الحماس ديالنا في شهر رمضان. في الاسبوع الاول كندخلوا متحمسين، كندخلوا بقوه، وكندخلوا غندير غنقرا شحال من حزب في النهار ديال القران، غندير قيام الليل، غندير صله الرحم. كتكون عندنا واحد اللائحه كامله مكموله ديال الحوايج اللي غادي نديرو، وفعلا كنديروها. ولكن في الاسبوع الثاني كتهبط شويه الطاقه وشويه الحماس، وكيولي شويه التعب، وما كنبقاوش نقدروا نديروا كل شيء، والبرنامج ديالنا كيتخربق، وكيولي عندنا واحد الخمول. والسؤال كيبقى علاش؟ اللي كيوقع بسيط. في البدايه كتكون عندنا واحد الطاقه زايده، وكيكون واحد الحماس كبير، وكنقول هذا رمضان هو الفرصه باش غنبدل من راسي، وباش غندوز واحد رمضان كما تنقولوا بيرفكت. كتحمل على راسك بزاف، برنامج عامر، توقعات كبيره، واحد الضغط نفسي باش ما نغلطش. ولكن اللي خاصك تعرف هو بانه العقل ديالك والجسم ديالك ما يقدروش يمشيو بنفس الوتيره وبنفس السرعه كل نهار. منين الطاقه كتنقص شويه، البرنامج ديالك كله اللي درتي كيولي ثقيل. الغلطه ماشي انك تعبتي، الغلطه هي انك قلتي لراسك الا ما قدرتش ندير كل شيء ما غنقدر ندير والو، وهنا في كيتخربق لك البروغرام كله. نعطي مثال، الا كتقول الى اليوم ما قريتش ساعه القران كي مبروغراميها ما نقدرش نقرا حتى 10 دقائق، مشى كلشي. الا نهارت اليوم ما داش كيفاش انا البروغرام دايرو، مشى الاسبوع كله، البروغرام الاسبوع كله. والمشكله هادشي اللي كيفشلك، وهادشي اللي كيخليك توقف. والحل بسيط، ما تربطش الاستمراريه بالكمال، الكمال لله. الا عييتي وتنقصات الطاقه ديالك ما تحبش، نقص غير المجهود ديالك. وإلا ما قدرتيش دير البرنامج كامل، دير واخا غير جزء بسيط وصغير منه. الفكره ماشي هي دير بزاف، الفكره هي تبقى مستمر في البرنامج ديالك. من اليوم دير هذه القاعده، الا جا النهار صعيب نشوف في البروغرام ديالي شنو هي اقل حوايج اللي نقدر ندير في داك النهار، على الاقل ندير شي حوايج. المشكله هي الا جاك نهار صعيب وحبستي داك البروغرام ديالك، اكون على يقين من بعد غادي تولي تحسب ايام والبروغرام كله غادي يمشي. الا كتبرد من بعد البدايه، هادشي راه ماشي ضعف، راه حيت البدايه اللي كانت ثقيله وكانت صعيبه. غنعطي غير مثال، الماراثون اللي كيجريو الماراثون كيمشيو غير بشويه في الاول باش كيبقى ليهم الجهد للاخر. وهاد المره ما تبداش باقصى طاقه عندك، خلي شويه الطاقه لاخر الشهر. كما كنقولوا قليل مداوم ولا كثير مقطوع، سير بشويه، المهم هو ما تحبش. كنشكركم اللي بقاو معايا حتى لاخر الفيديو. ما تنسونيش في اللايك وفي الاشتراك، والى فيديو قادم ان شاء الله، وامسيه سعيده ومع السلامه.